حابه ارحب بيك في البدايه. اصغر طفل في بورسعيد اجمل بشبابها، اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عندك كام سنه يا عبد الرحمن؟ انا عندي 13 سنه. عبد الرحمن، انت مقتنع بفكره المبادره؟ طبعا مقتنع جدا. احنا بنفضل بلدنا وبنفضل بورسعيد، عايزين بورسعيد تبقى اجمل، لان احنا كل ما بنشيل كلمه او بنشيل اساءه، بننظف بورسعيد بشكل افضل. طيب انت قلت لمامتك ايه وباباك وانت نازل؟ قلت لهم انا نازل بفضل بورسعيد اجمل بشبابها علشان انضف بلدي. وافقوا؟ طبعا وافقوا. لو لقيت تشجيع من اهلك؟ طبعا بيشجعوني ان انا اعرف احب بلدي بطريقه حلوه. طب عبد الرحمن، وانتوا بتنظفوا لقيتوا في اي عقبات؟ في حد اعترضكم؟ في حد ضايقكم؟ هو على حسب المؤيدين، في مؤيدين في معارضين، بس احنا كمبادرة بورسعيد اجمل بشبابها احنا يعني بنمسح اي حاجه للمؤيدين او للمعارضين. تمام. اي كلمه مسيئه. فكان في حاجه المؤيدين او المعارضين، بس الاغلب المؤيدين لما كنا بنمسح كلام كانوا اللي هم مؤيدين مرسي يعني؟ اللي هم يعتبروا مؤيدين مرسي. تمام. مؤيدين معسول يعني. مؤيدين معسول. كانوا بيمسحوا، كانوا بيكتبوا على اللي احنا مسحناه. تمام. كانوا بطريقه استفزازيه لينا، كانوا عايزيننا نرد عليهم. طب رد فعلك انت ايه بقى ورد فعل الشباب ايه؟ حد فيكم اشترك معاهم؟ رد فعلنا اللي يعملوا زي ما يعملوا، برضه هنمسح وننظف بلدنا ونخلي بورسعيد اجمل بشكل. طب يا عبد الرحمن، انا عايزاك تقول كلمه للاطفال اللي في سنك، تقول لهم ايه؟ ينزلوا ولا لا؟ بقول لهم انزلوا عشان تنظفوا بلدكم وتخلوا بورسعيد اجمل في عين اي بلد تانية. شكرا جدا يا عبد الرحمن، واشكر لي اهلك بالنيابه عني وبالنيابه عن كل الناس ان هم قدروا يخلوا طفل في سنك يقول الكلام دوت، يكون بيحب بلد كده. شكرا جدا يا عبد الرحمن.